في واحدة من أشهر الشركات في العالم هي شركة جوجل، كان عندهم اعتقاد بسيط بيقول إن أفضل المهندسين يكونوا أفضل مديرين، فبدأوا يرقوا الناس على أساس الكفاءة الفنية. لكن النتيجة فرق كتير تراجع أدائها، مشاكل كتير في التواصل، مديرين كتير على المستوى التقني كويسين ولكنهم عندهم ضعف في إدارة الناس، لحد ما الشركة عملت دراسة داخلية ضخمة جدا وتوصلت لنتيجة صادمة. المدير الناجح مش هو الأفضل تقنيا، ولكنه اللي يقدر يتواصل مع الناس، يدعم الناس، يحفز الناس ويطور أدائهم. وهنا الاعتراف الإداري إن مش كل موظف جيد ينفع يبقى قائد، لأن النجاح في التنفيذ شيء والنجاح في القيادة شيء تاني تماما.